اللي في الصورة دي شيطان في هيئة بني آدم. بعد ما قتلت أمها بمساعدة جوزها وصاحبه، عذبت ابنها وحرقته بالسجاير وخلعت ضوافره لحد ما مات في سنة 2016 بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة. ميادة محمد عندها 26 سنة، متجوزة من كارم عادل اللي عنده 27 سنة، متجوزين من حوالي سنة وعندهم ولد. الظروف المادية لميادة وكارم كانت سيئة جدا، وده كان بيخلي ميادة تلجأ لأمها وتطلب منها فلوس مساعدة لأنها عارفة إن الحالة المادية ليها كويسة جدا. الأم إنعام حسن السيد وعندها 60 سنة وعندها بنتين متجوزين، أماني الكبيرة وميادة. الست أنعام طيبة ومحبوبة من القرايب والجيران، وبتساعد الغريب قبل القريب، وما كانتش بتتردد لحظة في مساعدة بنتها ميادة اللي كانت عارفة إن بنتها بتجيلها زيارة بس لما تكون عايزة تاخد منها فلوس. وبالفعل الحاج إنعام بتديها اللي هي محتاجاه، لكنها لاحظت في الفترة الأخيرة إن جوز بنتها كارم ما بيشتغلش ولا حتى بيدور على شغل علشان خاطر مصاريف بيته ومراته وابنه، وبقى اعتمادهم كله على الفلوس اللي الحاج إنعام بتديها لهم. علشان كده قررت إنها ما تساعدهمش تاني ويعتمدوا على نفسهم. لكن للأسف الكلام ده ما بيعجبش ميادة بنتها. ليه وليه؟ أمها ما بتديهاش الفلوس اللي هي محتاجاها، وهتسيب الفلوس والذهب ده كله اللي مع أمها لمين؟ وميادة بنتها محتاجاهم. وبسبب عدم مساعدة الحاج إنعام لبنتها بدأ يحصل خلافات بين الأم وميادة بسبب طلب ميادة الملح إن أمها تديها المبالغ المالية اللي هي محتاجاها علشان تصرف على بيتها وجوزها، لكن الحاج إنعام بترفض. علشان كده ميادة بتوحي بفكرة قتل أمها وسرقتها لجوزها كارم، لأن في نظرها هي ست كبيرة وكده كده محدش هيسأل عليها. وبالفعل كارم بيخطط للجريمة، ويوم الواقعة ميادة بتروح مع جوزها كارم لبيت أمها وبيطلبوا من الحاج إنعام تديهم مبلغ مالي كبير علشان كارم يشتري عربية ويشتغل عليها سواق، لكن الحاج إنعام بترفض وبتقول لهم إنهم يعتمدوا على نفسهم. في اللحظة دي كارم بياخد حجر رخام وفي لحظة غفلة بيضرب حماته على راسها، لكن حماته بتقاومه وبتفضل تضرب فيه وتخربشه بإيدها، فكارم بيضربها بإيده ورجله ووقعها على الأرض ويفضل يخنق فيها، وكل ده قدام بنتها ميادة، لحد لما كارم بيدخل المطبخ ويجيب آلة حادة ويضربها بيها في رقبتها وبيفصل راسها عن جسمها لحد لما بيتأكد من موتها، ويربط ايدها ورجليها ويلف راسها بكيس بلاستيك علشان يكتم أنفاسها رغم إنه متأكد إنها ماتت بالفعل، وبيلفها ويحطها في شوال. وبعد كده بياخد المسروقات واللي كانت عبارة عن 7 غوايش ذهب وحلق وخاتم ذهب ومبلغ مالي. وبعد كده اتصل على صاحبه رضا شريكه في الجريمة علشان يجيله بعربيته وينقله جثة حماته. كارم كان متفق مع إنه يديله مبلغ 1500 جنيه علشان يشاركوا في الجريمة ويساعدوا في نقل الجثة. وبالفعل رضا بيطلع وبيشيل الجثة هو وكارم وبينزلوها وبيحطوها في العربية اللي كانت واقفة قدام البيت، والوقت ده كان متأخر علشان كده محدش شافهم، وبيمشوا بالعربية لحد لما بيوصلوا لترعة المحمودية وبيرموا الجثة فيها. أما في الوقت ده ميادة كانت بتمسح الأرض مكان دم أمها عادي جدا وبتنظف المكان كويس، ولا كأن اللي اتقتلت دي هي أمها. وبعد لما بتخلص بتخرج من البيت من غير ما حد يشوفها وبتروح على بيتها. وبعد مرور 3 أيام بيوصل بلاغ من السكان بوجود جثة طافية على ترعة المحمودية، وبيوصل رجال الأمن والأدلة الجنائية وبيتم انتشال الجثة. من المعاينة المبدئية الجثة داخل شكارة بلاستيك وفي كيس أسود ملفوف على الراس. الجثة لسيدة ستينية لابسة ملابسها كاملة مقيدة الإيدين بإشارب حريمي وشال أبيض، ورجليها مقيدين بقطعة حبل ومعصم حريمي. وبيتم تحويل الجثة للطب الشرعي، وفي نفس الوقت رجال الأمن بيستجوبوا بالشهود اللي هم السكان اللي بلغوا عن الجثة لو حد شاف الجاني وهو بيرمي الجثة، وبيكملوا تحريات لو في أي كاميرات موجودة في المنطقة، لكن ما بيوصلوش لحاجة. في نفس الوقت تقرير الطب الشرعي بيطلع الجثة لسيدة مسنة اتعرضت لضرب قوية على راسها أدت لتهشم الجمجمة. حوالين الرقبة في آثار خنق واضحة جدا تم دبحها بآلة حادة وفصل الراس عن الجسم، ده غير الكدمات والجروح اللي موجودة في جسمها. كمان تقرير الطب الشرعي بيكتشف إن في آثار جلد بشري تحت ضوافر الجثة، ومعنى كده إن الضحية كانت بتقاوم الجاني وبتدافع عن نفسها. من طريقة القتل كان واضح جدا ان الجاني كان هدفه القتل والانتقام بسبب قتله بوحشية وغل وطريقة تعذيبه في القتل. في الوقت ده رجال الامن بيبحثوا في بلاغات التغيب اللي موجودة عندهم علشان لو في بلاغ يطابق نفس مواصفات الجثة. واثناء البحث رجال الامن بيتفاجئوا بسيدة داخلة عليهم وبتقدم بلاغ باختفاء امها. الست دي اسمها اماني بنت انعام الكبيرة، وبتقول انها راحت تزور امها زي عادتها كل يومين، لكنها اكتشفت غيابها. ولما سألت عنها الجيران والاهل محدش يعرف عن امها
اي حاجه. رجال الامن بيطبقوا مواصفات بلاغها بمواصفات الجثه اللي عندهم، وبيصطحب عدد من رجال الامن وبياخدوا اماني علشان تتعرف على الجثه. واول لما بتشوف امها بتدخل في حاله انهيار تام، وبعد لما بتهدى بيتم استجوابها لو الام عندها خلافات مع حد. رجال الامن استبعدوا تماما ان الام تكون اتقتلت بهدف السرقه العاديه، لان اللي هيسرق هيقتله بس، مش هيشوه ويضرب ويعذب فيها بالوحشيه دي. اماني قالت ان امها ست طيبه وفي حالها، وانها اكتشفت تغيب امها باختفاء الذهب والفلوس اللي كانت موجوده في شقه امها، لكن البيت كان طبيعي، مفيش اي بعثره في المحتويات او حتى كسور في الابواب والشبابيك. وان امها تاخد الذهب والفلوس وتهرب او تسيب شقتها دي حاجه كانت مستبعده تماما. وان امها ملهاش اي خلافات مع حد، كمان محدش كان يعرف مكان الذهب والفلوس غير هي واختها الصغيره مياده. وان الخلافات الوحيده اللي مع امها هو خلافها مع مياده بسبب الفلوس، ان مياده وجوزها كل شويه عايزين ياخدوا فلوس من امها، ولما الام امتنعت انها تساعدهم حصل خلافات بين الحاج انعام ومياده، وبيتم استدعاء مياده للتحقيق معاها. واثناء التحقيق مياده بتتوتر وتقول ان ملهاش علاقه بحاجه، وانها ما قتلتش امها، وان اللي قتلها هو جوزها كارم لما كانوا في زياره سوا لامها. وبيتم القبض على كارم واستجوابه اللي بينكر الواقعه، لكن رجال الامن بيلاحظوا خرابيش في وشه ورقبته، ولما بيسالوه عن الجروح دي بيقول انه كان متخانق، لكن التحريات بتثبت عكس كده، ان كارم كذاب. وبيتم تحويل كارم للطب الشرعي واخذ عينه منه ومطابقتها بالاثار الموجوده تحت اظافر الحاجه انعام، وبيتم التطابق. وبمواجهه كارم بالادله دي بيعترف على الواقع بالكامل وبيرشد على مكان الذهب، وقال في اعترافاته ان اللي اوحت له بفكره قتل حماته هي مياده بنتها، وانه استعان بصديقه رضا في نقل الجثه، ومياده نظفت مكان مسرح الجريمه وتم القبض على رضا. مياده قالت في اعترافاتها انها ما كانتش تعرف ان جوزها هيقتل امها ولا حتى اوحت له بالفكره. هي اتفاجئت لما راحوا يزوروا امها علشان يطلبوا منها فلوس ان جوزها كارم بيعتدي عليها وبيقتلها، وانها سكتت وساعدت جوزها في تنظيف مكان الحادث لانها خافت على جوزها. وبعد التحقيقات والمحاكمات بيتم الحكم على كارم وصاحبه بالاعدام. اما مياده بيتم الحكم عليها ب4 سنين سجن بتهمه التستر على الجريمه، وبعد ما بتقضي مده السجن بتخرج وبتروح على بيت امها، لكن اختها واهل الام بيرفضوا يستقبلوها. فمياده بتروح على اخوات جوزها في اسكندريه اللي كانوا بربوا ابنها، واخوات كارم بالفعل بيستقبلوها وبتعيش معاهم علشان تربي ابنها. وبعد شهر تقريبا، وبعد ما مياده عرفت كل حاجه عن اهل جوزها، في يوم الاهل بيصحوا بيلاقوا مياده سرقتهم وهربت مع ابنها، فالاهل بيقدموا بلاغ في قسم الشرطه. وفي الوقت ده مياده بتختفي تماما ومحدش بيعرف يوصل لها. وبعد حوالي 3 شهور رجال الامن بيقبضوا عليها في مستشفى كفر الدوار. مياده كانت في المستشفى لان ابنها تعرض لكميه اعتداء وحرق وضرب وحالته كانت صعبه جدا، وابنها بيموت في المستشفى. مياده كانت بتستغله في التسول والشحاته، ولما ابنها كان بيتعب او يحتاج يستريح شويه مياده كانت بتحرقه وتعتدي عليه. تقرير المستشفى ظهر تعرضه لاثار التعذيب البشعه وخلع الاظافر واثار اطفاء السجاير في اماكن متفرقه بجسمه، وسحاجات وكدمات بتظهر انه تعرض للضرب المبرح اللي ادى لوفاته متاثر بالجروح. وده طبعا لان الولد كان لسه سنه صغير فما تحملش كميه الضرب والتعذيب دي كلها. وبتم محاكمه مياده في ضرب وتعذيب ابنها، وبتم الحكم عليها بالاعدام. مياده يمكن هربت من الحكم في قضيه امها، لكن عدل ربنا انها تتحاكم في قضيه ابنها، وفي الاخر خسرت الام والابن وكمان الزوج، واخدت عقابها في الدنيا ولسه عقابها في الاخره. وربنا يرحم الام والابن، وحسبنا الله ونعم الوكيل.